انبوكسنج كاميرا القناة الجديدة، وهي هما سببين رئيسيين: او بحب تصوير الفيديو اكتر او اقدم لكم محتوى بجودة اعلى. مساء الفل، ازيك يا مليونير منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ فيديو النهارده هنعمل انبوكسنج كاميرا القناة الجديدة، وهي سوني ZV-E10. وهنتعرف على محتويات الصندوق مع بعض. وقبل ما نبدأ فتح الصندوق مع بعض ونتعرف على محتويات الكاميرا، حابب اقول لكم على الاسباب اللي خلتني اروح مع براند سوني مش براند تاني. هما سببين رئيسيين. اول سبب اني انا بحب اصور فيديو اكتر من الصور. مش معنى كده ان انا ما بحبش اصور صور، لا بحب اصور صور طبعا، بس بميل للفيديو اكتر او بحب تصوير الفيديو اكتر، او بحكم عملي او بحكم شغلي في القناة، او عايز اطور من القناة واقدم لكم محتوى بجودة اعلى. فاخترت سوني لان سوني في الفيديو ما بتهزرش، فيديو سوني ده بالنسبة لنا يعني، ده رأيي انا. السبب الثاني هو الماونت بتاع العدسات اللي بتستخدمه سوني، وهو الاي ماونت، لان سوني بتستخدم الاي ماونت في اغلب كاميراتها، سواء كاميرات الانتري ليفل او الهاي ليفل اللي هي الفلاج شيب بتاعت سوني زي الاي 7 III والاعلى منها. فده خلاني اروح مع سوني، بحيث لو استثمرت في عدسات للكاميرا ZV-E10 لما احب اغير الكاميرا نفسها، البودي نفسه، واجيب كاميرا اعلى نفس العدسات تركب على الكاميرا الجديده، ما عوزش ابيع العدسات بالكاميرا واشتري كاميرا جديده بعدسات جديده، لا يبقى استثمرت بس في البودي بس، وانا عندي اصلا العدسات من الاول. نبدا بقى نعمل انبوكسنج للكاميرا بتاعتنا. ده شكل البوكس من بره، ده شكله من فوق كده، ده شكله من قدام، دي شوية بقى كتابات بقى مكتوبة عليه، ده شكل الكاميرا أصلا، وده هنا الاسم بتاعها، وهنا شوية معلومات عنها، وهنا دي الحاجات اللي هي جاية مع الكاميرا أصلا جوا البوكس. بدل ما نقراهم احنا نفتح الصندوق ونشوفهم مع بعض. طبعا أنا فاتحها قبل كده عشان أشوفها يعني. نفتح كده. اول حاجه هنلاقيها طبعا شويه الكتالوجات، دول هم كلهم عباره عن كتالوج واحد بس مكتوبه باكتر من لغه، لانها موجهه لجميع انحاء العالم، فانصحك بقرايه حتى الكتالوج العربي هيفيد. نفتح بقى، نبدا بالحاجات اللي جايه معاها الاول، بعد كده نروح للكاميرا نفسها. هنا بقى دي البطاريه بتاعتها نفسها، هنا بقى ده الادابتر بتاع الشاحن، لان هي البطاريه بتشحن هي وفيها، بس انصحك انك تشتري لها شاحن خارجي يبقى افضل. ناحيه بيركب فيها كابل USB، وناحية بيركب فيها كابل الشحن بيتوصل بالحيطة. هنا ده الاستراب بتاع الرقبة من سوني. هنا ده USB تايب C، ناحية تايب C وناحية تايب A اللي هو بيركب في الأدابتر. وده الديت كام اللي هو بيركب أصلا فوق المايك، عشان لو بتصور برا في هواء طلق، اللي هي دي بتخفف الضوضاء اللي داخلة للمايك لو انت بتصور برا في أو الضوء، لان هي معموله للفلوجينج وصناعه المحتوى اكتر الكاميرا دي. بعد كده سوني يعني مهتميه بموضوع الكابلات، كابلات الشحن. طبعا ده الكابل بتاع مصر اللي بيشتغل عندنا في مصر، وهنا في كابلين تاني احنا مش هنحتاجوهم يعني، ثلاثي وواحد اللي هو المبططين دول يعني مش هنحتاجوهم، دول يعني جايين زياده. نيجي بقى للكاميرا نفسها، نتفرج بقى عليها على حلاوتها. طبعا فيها فليب سكرين بتلف 360 عادي، ودي الكاميرا السوني ZV-E10 نفسها. طبعا واللي عجبني فيها اكتر واللي حببني فيها ان العدسات ينفع تتغير بتاعتها. طبعا حابب تركبها النقطة البيضة دي على النقطة البيضة اللي على الاي ماونت، تحطها كده وتلفها لحد ما تسمع التكة دي. لحظة كده نشغلها، نفتح الباب كده وناخد البطارية. الاسنان بتاعت البطارية دي تبقى من جوه هنا، تزج الحتة البلاستيك دي بالبطارية كده وتركبها. بعد كده شغل اون، وما تنساش تشيل الغطاء بتاع العدسة. وادي كده الكاميرا شغالة. سيبكم بقى مع فيديو بي رول للكاميرا والحاجات اللي جاية معاها.
ان شاء الله هنعمل ريفيو كامل للكاميرا ونتعرف عليها بالتفصيل مع بعض. ولو حابين تشتروا الكاميرا هتلاقوا لينك الشراء في الديسكريبشن بتاع الفيديو وفي اول كومنت مسبق. والى هنا عزيزي المليونير، لقد انتهت جرعة دوبامين التعلم الى هذا اليوم. انتظركم في جرعة اخرى، الى اللقاء.